السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم بخير وصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. وعيد سعيد علينا يا رب، اللهم امين يا رب، عليكم وعلينا يا رب. انا نعمل مع بعض النهاردة الفسيخ انا جايباه اللي هو البوري. البوري فيه اللي هو عشان يعني تبقي فاهمة وانتي بتشتريه، في سمكية شبه البوري كده بس بوزها طويل كده شوية. ده مش بوري، البوري اللي هو ابو بق مبطط من قدام ده، اما موبوس ده مش بوري، ده مش نوع بوري خالص. فخدي بالك من حاجة زي كده. معلش، طب خد. انا بجيبه كده وبشطفه، يعني بديله شطفة كده من تحت الحنفية، بحط يعني اشطفه من بقه كده واشطفه من النخاشيش بتاعته كده، شطفة بس شطفة حلوة اللي انا اطلع كل اللي فيها، فاهماني؟ بس من غير اي حاجة، ما تشطفوش باي حاجة، هي بمية بس كده. بص هو ابيض ونضيف ازاي وصابح، مش متلج، اوعي تجيبيه متلج، يعني هو هيطلع باذن الله يا رب معاكي ناجح. بس الحاجة الاولانية ما يكونش فيه تلج، ما يكونش كان متلج واتفك، ده طبعا مش هتيجي يعني مش هديكي احسن حاجة يعني. الاحسن يكون صابح. انا بوريكم النخاشيش بتاعته، بص لونها يعني بامبا ازاي، فاتح ازاي. بصوا انا بعمل كده عشان بيبقى فيه زي طينة كده من تحت برضو، والدم والحاجات دي بتنزل معاه في المية كده كده، انت بتأكدي من نظافته. انا ما بنقعوش في ولا في اي حاجة، هو بس انا بشطفه الشطفة دي بنظافة كده وخلاص. وزي ما قلت لك خدي من بالك من السمكية ام بوس اللي شبه البوري دي، ده مش بوري، البوري اللي هو ببق مبطط ده. انا جايبة سمكية كبيرة قوي، وجايبة بتاع حوالي 4 اللي هم الصغيرين، مش من صغير قوي، بس دي كبيرة زيادة عن اللزوم، معرفش صغيرة ليه في الكاميرا، بس هي دي كبيرة قوي اللي هي ماسكاها انا في ايدي دي، والتانية دي بصي ما بينها وما بينها يعني ايه، حاجات بسيطة. المهم انا شطفته واشطفه شطفة حلوة كده. انا سألت على الفسيخ مجرد بس سؤال، انا لقيتهم بيقولوا لي ب500 جنيه ولو مثلا من على الفيس وناس مشهورة، على بال ما تيجي مصاريف شحن وما اعرفش دخل لي في 600 وحاجة وكيلو، فليه يعني؟ حرام. بس يا مودي، فحرام يعني، ليه يعني؟ وكيلو، الكيلو ده هيبقى في السخاية الكبيرة اللي انا ماسكاها اول واحدة دي، فمعلش برضو ده مش رخيص ماشي، بس مش زي اللي انا اجيب واحدة بس ب500 جنيه ولا ب400 جنيه. انا جايباه الكيلو 150، وفي اصغر من كده 130 زي ما انت عايزة. انا زي ما قلت لكم كده شطفته شطفه حلوه، وبحاول ان انا اوقف البرايه كده على يعني على بوزها كده، وكل شويه اعدلها من اتجاه للتاني، ممكن عشان في الشتاء دي تسيبيه من بالليل لتاني يوم الصبح، ما تخافيش مش هيحصل له حاجه. لو في الصيف يعني يا دوبك هما يعني 4 5 ساعات بالكتير قوي، وبرده تكوني مغطيها. انا نشفت معايا كده كده، هي نزلت السوائل الميه اللي فيها والدم اللي فيها كله، بس يا مودي فبحاول ان انا ايه، اللي انا يعني ادي اعمل لها زي مساج كده، افك عشان تبقى طريه معايا، يعني طقطق السلسله بتاعت ايه، بتاعت السمكيه نفسها. بحاول بصوا بفكك فيها كده، بنعمها كده من جوه و... وعشان حتى ما تفتحها تلاقيها بقت طريه كده، ويشرب بقى معاكي الملح والحاجات اللي انت هتحطيها. معلش حقك عليا، خرج دي بره. انا خلصت كله كده، بس اهم شيء ما يكونش فيه ميه، الميه دي هتعمل عفونه وهتعمل لا قدر الله تدوده ولا حاجه، ما يكونش فيه ميه خالص. بصوا انا بمسح بالمنديل كده، ورجعت برضو في النخاشيش حطيت مناديل، برضو بقيت اطلع منه حاجات، يعني بقيت اطلع برضو منه ايه، دم وكده. فانتي برضو يعني انا بقدر الامكان حاولت ان ما يكونش فيه ميه، ولا كان الدم بصي لي كتير ده خلاص بقى، ما انا حطاه على يعني على بوزه كده، كل ده طبعا بينزل تحت. فانا بحاول ان انا بصوا امسح كده بمناديل، احاول بقدر الامكان ان ايه، ما يكونش فيه ميه ولا حاجه، ولا ميه بقى ولا دم ولا حاجه، عشان ما يعفنش مني ولا يدود مني ولا اي حاجه. انا عملت الفيديو ده على مرتين، عملته مره اللي انا معاكم كده بغسله وخللته، ومرضتش انزله عشان ما تنسوهوش، فقلت حبيت ان انا الزق
يعني الفيديوهين مع بعض، اللي هو لما خللته و... وبملحه معاكم كده، ولما استوى. انا بحاول ان انا كده في النخاشيش كده احط المناديل كده وامسح. طبعا انا شطفاه بس مش حاطه عليه اي حاجه، زي ما قلت لكم 4 سمكات اللي هما الوسط العاديين، واللي هي على الشمال دي اكبر واحده. اللي هتشوفوه بقى دلوقتي انه كله يعني استوى مره واحده، هتشوفوا معايا كده وهتشوفوا شكله ان شاء الله باذن الله. انا بقى قلت ايه بقى، هشيل حاجه رمضان وهنعمل المطبخ وكده، فبالمره ايه افتح على الفسيخ. يا الحمد لله يا رب، كده ال10 ايام هم ما تموش ال10 ايام بالظبط، هو قعد معايا كده 8 ايام بالظبط. 8 ايام ليه بقى 8 ايام؟ اولا انا تمليحه كويس، مظبوط جدا، والله والله جربيها كده ويا ستي، لو طلع غير كده بقى عليا. تمليحه كويس جدا جدا، ولا حادق ولا اللي هو عادم ملح عادم ولا اي حاجه. ودليل عن كده ان هو استوى، هتشوفوا اللحم معايا هو استوى 100 100. وحاجه تاني ان انا بتلفيه في كذا كيس، وبعد كده بحط في علبه محكمه الغلق واشيله. كل يوم يوم يعني، اقوم الصبح اروح قلبها على الناحيه دي، اقوم اليوم التاني اروح مقلبها كده. ده معايا حطيت كيس ملح، وحطيت الشطه دي شطه سوداني حراقه جدا، يعني انا عماله خلصت وعماله اعطس ما فصلتش. وده كركم. انا دي الخلطه بتاعتي المخصوصه للفسيخ. ولا بحط بقى ورق لوري ولا بحط كزبره ولا اي الحاجه دي. ما جربتهاش بصراحه عشان ما اقولكمش برضو حرام، ما يعني يعني ما طيعش تعب حد ولا حاجه. انا ما جربتش ان انا احط كرفس زي ما بيحطوا او ورق لوري، انا ما جربتهاش. بس هي دي طريقه التخليل بتاعتي، يعني هي دي الطريقه بتاعتي بتاعت التخليل. والحمد لله يا رب بيطلع معايا زي العسل وزي الفل. احنا هنجيب اول فسيخايه اللي هي الكبيره قوي دي بقى ملحمه جامد وكبيره. مش عارفه والله الكاميرا مصغره لي، لان هي كبيره جدا، ده اكبر من دراعي. بس يا مودي خدي بره خدي بره. واحط في النخاشيش كده املاها، واحط في بقي كده يعني البوريه نفسها املاه. يعني حطي بصي وزقي اكنك بتزغطي بطايه. حطي ما تخافيش، ما تخافيش والله، يعني والله اعملي طريقتي دي وهيطلع زي العسل معاكي وزي الفل. انا احط الفسيخايه دي، بس انا كنت متعشمه ان الفسيخايه دي هتبقى اخر واحده هتستوي. ليه بقى؟ لانها كبيره جدا، فقلت خليها دي لوحدها، عشان انا عارفه ومتاكده ان هي دي ايه، عشان كبيره يعني حجمها اكبر من اللي معايا، فهتاخد وقتي من السوا. هتشوفوا بقى فعلا فعلا التخليل بيفرق كتير قوي. واللي هو اللي انت زي ما تشوفيني كده، انا يعني اللفه بتاعتي وبطلع منها الهواء برضو ساعدني ان هو كله يستوي مره واحده. انا بحطها في كذا شنطه برضو عشان ما يطولهمش اي هواء. حاجتين، يعني تغلفيه كويس، والحاجه التانية ما يكونش فيه ميه. ما يكون هو هينزل ميه، مش معنى ما اول ما تلاقي نزل ميه كده الفسيخ باظ مني، لا، ما تخافيش. بس الحاجة اللي انت تهتمي بيها ان هو ولا يكون يعني البراية معاكي فيها مية، وتدفيها كويس. تدفيها بقى كده بقى بطاطين والدنيا دي بقى. والله انا اعرف ناس يعني كان يعني عارفاهم، ناس يعني على قد حالهم كده غلابة يا عيني، كان بيحطوهم في الدولاب. بس لا طبعا ده ده بيقلب الدنيا. مش فاهمة ازاي ويستحملوا الريحة ازاي. اه مش ريحته اللي وحشة، واللي بيحب الفسيخ مش هيلاقيه ريحته وحشة طبعا، بس بتبقى عادة فيهم يعني. وبس برضو الفسيخ ليه ريحة، احنا مش هنكدب على بعض. الفسيخ ايا كان انت لو غسلاه بكلور بيبقى فيه ريحة برضو، ريحة فسيخ. مش لا قدر الله ريحة نتانة ولا الكلام ده، لا لا، الحمد لله يا رب، بس ريحة فسيخ. فازاي بقى يعني اللي وصفته لي اول مرة قالت لي حطيه في الدولاب، يعني حطيه في علبة وفي الدولاب وحط عليه بطاطين. ازاي يعني يا حاجة حطي؟ مين ده اللي اتحط عليه بطاطين؟ انا اعمله بالطريقه دي والحمد لله. يعني انا من زمان والله بعمله كده الحمد لله، ولا مره ولا مره يعني، الحمد لله يا ربي خيب ظني فيه ابدا ابدا. اصل هو يعني دوت ليه معزه خاصه عندنا قوي 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 قوي.
بس طبعا احنا مش هناكل كل دوت طبعا. اخواتي وحبايبي طبعا لازم اديهم منهم. انا اصلا في البيت انا وبنتي واحده بس اللي بنحب الفسيخ، الباقي ما بيحبوش، بيحبوا الرنجة. ف... فان شاء الله نتجمع كده على خير يا رب وناكله كلنا مع بعض. ده الصغيرين دول بقى اللي انا ايه قلت لكم، زي ما قلت لكم انا متعشمه ان هو ايه هي هيستوي دول لوحدهم وده والفسيخه الكبيره لوحدهم. انا عشان كده حطيت الاربعه دول ايه مع بعض، واخر حبه ملح وكده اهو بلم كده واحطهم في بعض كده واقعد. ايوه كده ترجي الكيس رجه حلوه كده، وتكلفتي بقى زي ما انت عايزه. حطي بقى كيس جوه كيس جوه كيس كده من غير الدولاب، كيس جوه كيس وفي العلب. بس المشكله في الايه، يعني الحاجه الحلوه ان انت في ايه تدخليه في كذا شنطه. امشي بره يا مودي، امشي بره يا مودي. بس بص انا بقى بلف اللفه دي ازاي. اللفه دي بقى ايه فاهماني، يعني ايه الرك عليها في الدنيا كلها، واللفه دي بقى كوم تاني. وعندي علبه كبيره كده انا بنيمه فيها كده، يعني ياخد راحته كده، ما تكونش الفسيخه متنيه ولا حاجه عشان الملح يروح له كله. بصوا انا عماله احط في شنط ازاي وكل يوم الصبح اروح مقلباه على الوش ده، ارجع تاني. ممكن لو افتكرتي بالليل افتكرت، ما افتكرتش يعني لو تتذكري يبقى الصبح وبالليل. ما افتكرتيش يبقى كل يوم اقلبه على الوش تاني. انا بقول لكم 10 ايام، هو ما قعدش ال 10 ايام والله، عشان تعرفوا ان كلامي صدق. انا نسيت الحته دي، بص انا شاورت لكم 10 ايام والله ما قعد ال 10 ايام والله كمان مره. هم يا دوبك التمن ايام النهارده كده 8 ايام بالظبط. انا بقى شلتي زي ما قلت شوفين كده، انا شلتي فرش المطبخ وكل ده، فقلت ابص عليه يعني اشوفه عامل ايه. والله 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 يعني والله وحياة الايام المفترجه دي ريحه فسيخ العادي، مش ريحه فسيخ اللي انت تجيبيها مش قادره تستحمليها. انا جبت من واحده بقى كانت عامله عمايله على انا كنت عامله فيديو من زي ده، بس لما القناه بتاعتي اتاخدت الفيديو دوت طبعا ما لقيتهوش. انا اشتريته من على الفيس والله يسامحها بمبلغ برضو، وطلع بقى مش قادره اقول لكم عامل ازاي. انا كنت هموت انا وعيالي. بالصدفه بقى انا بفتح الراس، طبعا احنا بناكلش الراس، لقيت فيها والله ما عايزه افتكر، يعني مش عايزه افتكر ومش عايزه اعرفكم. انا عملت ريفيو عليها ووريتها لكم، بس بقى ايه الفيديو ده اتمسح من على القناه لما القناه بتاعتي اتاخدت. بس الحمد لله. فمن ساعتها انا قبليها كنت بعمل، فمن ساعتها بقى قررت استحالة استحالة اللي بيفتحوا الفسيخية كده ويقولوا لك ده مش عارفة ايه، كل ده والله والله ما بقطع رزق حد، بس الايه للمعرفة بس هي اللي الفسيخ بيوصل لهم حلو. اما للناس اللي زينا مثلا اللي لسه الحمد لله ولا اشتهرنا ولا حاجة او مش عندي قناة او حاجة، حرام يعني، دي حاجات بفلوس. يلا بقى الحمد لله. دي الفسيخية الكبيرة اللي انا قلت لكم عليها حطاها لوحدها امانة الله قدامكم، كل حاجة قدامكم. بصوا بقى دوت التوابل عليها عاملة ازاي اللي انا حطاها، اللي هو الشطة، الملح، الكركم، ولا زيت ولا اي حاجة، اللي انا زي ما قلت لكم كده، ولا ورق لوري ولا الكلام ده. بصوا بقى اشيل بس يعني الحاجات بتاعتها كده. انا بقى عايزاكم تشوفوا يعني اللحمة نفسها، اللحمة نفسها عاملة ازاي، وحياة ربنا حاجة تانية حاجة تانية. انا اسفة بقى للمنظر ده، بس طبيعي انا نفتح نلاقي كده، امال هيروحوا فين. انا بس برضو يعني انا متعمده ان انا اوريكم كده ان هم تحتيها دي يعني دي حوايج السمكيه نفسها. تحتيها بقى فيها حاجه، لا تحتيها لحم احمر اهو هفتحه لكم وتشوفوه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه فيه. لحم احمر لحم طري ناعم كده. بصوا بقى يعني والله يعني جزل حاجات كده، مش عارفه اقول لكم ايه. ادي اللون، وادي كل لما افتح لونها الاصلي بيبان يعني. بصوا بصوا بياض وبامبا ازاي ومع بياض، يعني حاجة كده والله بسبوسة. والله ما شكرانية في نفسي، جربي كده وشوفيها. يعني انا كان الدنيا ليل، انا بفتح دلوقتي والدنيا ليل كده. يا جماعة انا صايمة صبحة صايمة، بس مش عارفة اعمل ايه بصراحة على عيني. بصوا المنظر. افتح لكم بقى واحدة من الصغيرة وتشوفوها. انا مرضتش اشطف، انا شطفته في الاخر، بس مرضتش اشطفه عشان انا عايزاكم برضو
يعني تشوفوا المنظر كله. مش عايزه بقى اجمل قدامكم واشطف واوريكم، لا، انا عايزاكم تشوفوا المنظر كله. اولا دي ما فيهاش حاجه، ده الحاجات اللي انا حطاها عليها هو الكركم والشطه والملح. طبعا مش هشطف، مش هحلي في السمكيه، هي حلوه وزي الفل. ما رضيتش اللي انا اشطفه ولا اي حاجه، اوريكم كده واوريك كده. ادي السمكيه اللي انا بقول لكم عليها صغيره، ادي الصغيره. بصوا لحمها حاجه كده والله تستاهل بقكم. وكفايه اللي انت عاملاه بايديكي كده بقى وفما اه ريحه البيت بقى، الفسيخ اللي يقول لك يعي لا لا لا، مفيش الكلام ده. يعي ايه؟ يعي ايه؟ ده المزاج كله. بصوا، حتت والله حتت كده يعني. باكل ديك رومي، باكل طبعا ما يتقارنش ديك رومي ايه. بص انا قلت لكم باي باي وخلاص هقفل. قلت برضه اشطفه وانزل طبعا العين، لان هو كده بقى مية مية خلاص، مش محتاج اي حاجه تاني. هلفه بقى في اكياس واشيله عندي في الفريزر، لما اعوز هطلع لحبايبي لما اروح لهم. وادي ايه واستعمل اللي استعمل انا كده شطفته. وادي هو بعد ما شطفته خلاص ولا اي حاجه. جربي بايدك كده وحاجتك كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده وصحه يا رب، اللهم امين. متشكره لكم، السلام عليكم ورحمه الله.